20,000 واحد بيشفط في وقت واحد. ده اللي بيحصل لما شركة تقرر تحط قوة شفط 20,000 باسكال في مكنسة روبوت. يوفي عملتها في أومني يوفي E28، وحش حرفيا بيكنس ويمسح، ما فاضلوش غير انه يطبخ، وكمان بيعمل حركه صايعه جدا هقول لك عليها بس كمان شويه. بص، قوه الشفط هنا مش مجرد رقم على الورق. 20,000 باسكال للناس اللي بتسال يعني ايه باسكال. لا يا خفيف، مش باسكال مش علاني، ده باختصار مقياس قوه الشفط، عامله بالظبط زي قوة سحبك للعصير اللي احنا لسه مخلصين عليه ده. فال20,000 باسكال دول 20,000 منك بيشفطوا في وقت واحد. قوة جبار، بيطلعوا التراب والمية من بطن السجاد. والميزة العملية اللي بجد هي دراع الكورنر روفر، مكنسة كده في الاركان بتطلع وتنظف الزوايا اللي الروبوتات التانية اللي موجودة في السوق بتعمل نفسها مش شايفاها. دي بتدخل وبتمد الكورنر ده وتجيب التراب التايه في الاركان. ولو عندك قطط ومجنناك بشعرها اللي مالي البيت، المكنسة دي هتبقى النجدة بالنسبة لك. الشفط الجبار بيلم كل ده، شعر، تراب، رماد، اي حاجه واقعه على السجاد او على الارض، الروبوت ده بيشفطها بمنتهى السهوله. وبالنسبه للمسح، نظام الهيدروجيت مش بيمسح على الوش كده وخلاص، ده بيضغط لتحت بوزن 1.5 كيلو علشان يفرك البقع ضمير اكبر من ضميرك وانت بتمسح الشقه. كل ده بيرجع للمحطه اول ان وان اللي بتفضي كل التراب وتغسل الممسحه وتعمل كل حاجه من غير ما انت تمد ايدك. طيب، والقيمه مقابل السعر، المكنسه دي بتلعب في فئة $1000 تقريبا. غالية صح؟ استنى بس، ما انا هفهمك. ما هو مش روبوت بس، الموضوع اكبر من كده. الحركة الصايعة اللي بتعملها يوفي E28، سيب انت الروبوت يمسح وينظف ويكنس في البيت، وفك الجزء ده بيتحول لمكنسة تنظيف عميق محمولة في ايدك. يعني بتفك جزء منها وتغسل بيه بقع الانتريه بمنتهى السهولة، او مرتبة سرير، او حتى عربيتك يا سيدي. هتنظف البقع والكاتشب والبقع اللي منطوره في كل حته بالجهاز ده. انت بتشتري جهازين في بعض. وخلينا نلخص الموضوع، ايه المميزات وايه العيوب؟ المميزات: قوة شفط خزعبلية، مسح حقيقي مش تلصق. فكرة المكنسة المحمولة حقيقي فكرة عبقرية. وحاجة كمان في المميزات بصراحة، تطبيق الموبايل سهل وسريع ومليان اوبشنات، وتقدر تعمل سكادول كمان من خلاله، ان وانت نايم هي تبدأ تنظف وتلعب وتعمل حركات. طب ايه العيوب؟ المحطة شوية حجمها ضخم، مش كتير بس هتحتاج مساحة شوية في البيت. والسعر كاستثمار مبدئي ممكن يخض شوية بعض الناس. انت ايه رأيك؟ تفتكر المكنسة دي تستاهل مكان في بيتك؟ هستنى رأيك في التعليقات. سلام. خالص الشكر والتقدير لحامل اللايك وحامل المكنسة ذات نفسها.